يهمه قوي في اسرائيل حقيقة يعني، لانه الدرس كان اسعد موجع. ايام حياتي يوم رفعت علم مصر فوق سيناء. واجهت الموت مرات عديدة طيارا وفي أديس أبابا وغير ذلك كثير، ويحز في نفسي ما ألاقيه اليوم من بعض بني وطني. وعلى أي حال فإنني إذ أعي تماما خطورة المفترق الصعب الحالي، واقتناعا من جانبي بأن مصر تجتاز لحظة فارقة في تاريخها تفرض علينا جميعا تغليب المصلحة العليا للوطن، وأن نضع مصر أولا فوق أي اعتبار وكل اعتبار آخر. لواء طيار محمد حسني مبارك قائد القوات الجوية. بسم الله الرحمن الرحيم. البيان رقم 3 من المجلس الأعلى للقوات المسلحة. أيها المواطنون، في هذه اللحظة التاريخية الفارقة من تاريخ مصر، وبصدور قرار السيد الرئيس محمد حسني مبارك بالتخلي عن منصب رئيس الجمهورية وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد، ونحن نعلم جميعا مدى جسامة هذا الأمر وخطورته أمام مطالب شعبنا العظيم. ويتقدم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بكل التحية والتقدير للسيد الرئيس محمد حسني مبارك على ما قدمه في مسيرة العمل الوطني حربا وسلما، وعلى موقفه الوطني في تفضيل المصلحة العليا للوطن.